في عالم الجاسوسية اللي الحقيقة فيه بتستخبى وراء 1000 قناع، وفي وقت ممكن فيه شرارة صغيرة تغير مصير دول كاملة، كان فيه اسم واحد كل أجهزة المخابرات في العالم بتعمل له حساب. اسم لما بيتقال العمليات المستحيلة بتبقى ممكنة. الاسم ده هو أدهم صبري. القاهرة، منتصف الليل، المدينة نايمة والشوارع هادية بشكل غريب. جوه معمل صغير في إحدى الجامعات كمعالم مصري شغال لوحده، الدكتور سمير نجيب. سنين طويلة وهو بيشتغل على مشروع سري، اختراع ممكن يغير موازين القوة في العالم كله. لكن اللي الدكتور سمير ما كانش يعرفه إن في عيون كتير كانت بتراقبه. وفي نفس الليلة وقفت عربية سودة قدام المعمل، نزل منها رجالة لابسين اسود، خطواتهم هادية لكن خطيرة. لحظات وفجأة النور قطع والباب اتفتح، وبعد دقايق قليلة اختفى الدكتور سمير نجيب وكأنه اتبدد في الهواء. تاني يوم الصبح الخبر كان في كل مكان، اختفاء عالم مصري كبير من غير أي أثر. لكن الحقيقة إن الموضوع ما كانش مجرد اختفاء، دي كانت عملية خطف منظمة، عملية وراها عقول محترفة. وفي مكان سري جوا مبنى المخابرات المصرية كان في ملف اتحط على مكتب واحد بس، ملف أحمر مكتوب عليه سري للغاية. الرجل اللي فتح الملف ده كان هادي جدا، نظرة عينيه ثابتة وتركيزه مرعب، لأنه ببساطة مش أي عميل مخابرات، ده أدهم صبري. قلب أدهم صفحات الملف بسرعة، صورة الدكتور سمير، تفاصيل الاختفاء، وتقرير بيقول إن في منظمة تجسس دولية ممكن تكون ورا العملية. سكت أدهم لحظة وبعدين قال بهدوء، واضح إنهم اختاروا اللعبة الغلط. بعد ساعات قليلة كان أدهم واقف جوا المعمل اللي حصلت فيه الجريمة، بيفحص كل حاجة، كل ورقة، كل جهاز، كل زاوية. اللي خطفوا الدكتور سمير كانوا محترفين، ما سابوش أي دليل. لكن أدهم صبري مش سهل يضحك عليه. عينيه وقعت على حاجة صغيرة، قطعة معدنية وقع على الأرض، انحنى ومسكها وبصلها كويس، وبعدين ابتسم ابتسامة خفيفة لأنه فهم حاجة مهمة. الدكتور سمير ما بقاش في مصر، والموضوع أكبر بكتير مما الناس متخيلة. لكن السؤال الحقيقي كان مين اللي خطفه وليه؟ والأهم، هل هيلحق أدهم صبري ينقذه قبل ما السر الخطير ده يقع في الإيد الغلط؟ ده اللي هنعرفه في المغامرة الجاية.